السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده. والاقتراح ديالنا تاع اليوم هي كيكه بالتفاح اللي تجي غزاله شكلا ومذاقا، تجي معلكه من الداخل وكذلك تجي مفشفشه غير بيضه وحده. كيكه اللي تجي سهله واقتصاديه وكذلك هذا هو الوقت تاع التفاح. تنتمنى خواتاتي تتبعوا معايا لا فيديو من الاول حتى الاخر باش ان شاء الله تعرفوا على المكونات وطريقه التحضير. غير ما تنسوناش من اللايكات ديالكم وكثروا اللايكات، الله يجازيكم بالخير، والبارطاج تاع الوصفه فضلا وليس امرا. ودابا ندوزو نتعرفوا على المكونات وطريقه التحضير. بسم الله وعلى بركه الله. اول حاجه بالنسبه للبنات اللي كتلصق لهم الكيكه في المول، غادي نقترح عليكم هذا الاقتراح اخواتاتي. غادي تاخذوا غير شويه تاع دقيق الفورس مع الزيت النباتيه وغادي تدهنوا بها المول ديالكم، ما غاديش تلصق لكم الكيكه ان شاء الله. تقدروا كذلك ديروا الزيت النباتيه في شي بواطه مع دقيق الفورس وتخلطوه مزيان، وفين ما بغيتوا ديروا الكيكه تهزوها بحال البوماد ودهنوا بها المول، راه ما كتلصقش الكيكه نهائيا. غادي ناخذ واحد البيضه بدرجه حراره المطبخ وغادي نضيف عليها كاس تاع سكر سنيده، ودائما نفس الكاس باش نعبروا السنيده، باش نعبروا الزيت، باش نعبروا الحليب، وغادي نزيد عليهم الفاني وقبيصه تاع الملح، وغادي نخلطوا المكونات غير بالطراب اليدوي. غادي نخلطوا البيضه مزيان مع سكر سنيده مع الفاني حتى كيندمجوا ليا تماما وتيضاعف الحجم ديالهم وتصبح لنا على شكل كريمه. غادي نخلطوا المكونات مزيان وهذه المرحله راه مهمه يا البنات في الكيكه، ضروري ما تخلطوهم مزيان. عاد البنات غادي نبداو نضيفوا في المكونات الاخرين. كيكه اللي هي سهله والمكونات ديالها جد بسيطه، ولكن القوام ديالها تيجي غزال وكذلك الشكل ديالها تيجي من داك الشيء رفيع. البنات بعد ما خلطت البيض مع سكر سنيده غادي نضيف لهم كاس الا ربع تاع الزيت النباتيه، ودائما نفس الكاس باش عبرنا سكر سنيده هو باش غادي نعبروا الزيت. غادي نبدا نضيفو على شكل خيط البنات، غادي نهز الزيت ديال الفوق وانا كنخلط في الخليط وتنضيف الزيت على شكل خويط. غادي نخلطوا المكونات مزيان حتى كيندمجوا ليا تماما، حتى كيندمج ليا داك الزيت مع داك سكر سنيده مع البيض. عاد البنات كنبداو نضيفوا في المكونات الاخرين. غادي نضيف ليهم كاس تاع الحليب، انا ضفت ليه معلقه تاع الخل حتى خليته تتكلل ليا. وانتم الا بغيتوا تضيفوا البنات في عوض ما ديروا الحليب ضيفوا الياغورت، المهم لكم الاختيار. انا ضفت الحليب، ضفت عليه معلقه تاع الخل ودرته، وضفت كذلك كاس تاع الماء، ودائما بنفس الكاس باش عبرنا سكر سنيده، باش عبرنا الزيت، باش عبرنا الحليب، باش عبرنا الماء. صافي البنات غادي نخلطوا المكونات مزيان. عاد غادي نبداو نضيفوا في الدقيق. انا ضفت كاس تاع الدقيق اللي تنكونوا مغربلينو، كاس تاع الدقيق، وغادي نبدا نخلط في المكونات. انا كنخلط وانا كنضيف، عينكم ميزانكم اخواتاتي. وغادي نضيف الكاس الثاني تاع الدقيق، ودائما البنات تيكون الدقيق مغربل. غادي نضيف الكاس الثاني وانا كنخلط في المكونات. غادي نخلطوا الخليط مزيان حتى ما كيبقاو لناش دوك الحبيبات تاع الدقيق نهائيا. عاد البنات غادي نضيف الكاس الثالث، ولكن الكاس الثالث ما غاديش نضيفو كامل، غادي نبدا نضيف فيه تدريجيا كما قلت لكم اخواتاتي، عينكم ميزانكم. المهم غادي نبدا نضيف بشويه. غادي نضيف نص كاس وغادي نخلط حتى كنشوف القوام تاع الخليط. وهاد الكيكه ضروري البنات ما يكون الخليط شويه يكون ثقيل، ماشي بحال الكيكات العاديين. انا كنخلط وانا كنضيف. المهم البنات غتهز ليا 3 الكيسان الا ربع، 3 الكيسان الا ربع البنات اللي هزات ليا. خاص كما قلت لكم القوام تاع الخليط يكون شويه ثقيل، المهم خاص القوام يكون شويه ثقيل، ما يكونش بحال الكيكات العاديين. انا ضفت 2 معالق يعني هزات ليا 3 الكيسان الا ربع، 3 الكيسان تاع الدقيق الا ربع. ودائما نفس الكاس باش نعبروا الدقيق، هو باش عبرنا سكر سنيده، باش عبرنا الزيت، باش عبرنا الحليب، باش عبرنا الماء. وفي الاخير غادي نضيف 2 تاع الاكياس تاع الخميره تاع الحلويات، غادي نضيفهم وغادي نخلطوا الخليط مزيان. المهم البنات انا تنخلي الخميره حتى الاخر. وانتم البنات الا درتوا الياغورت في اخر مرحله ضيف واحد المعلقه تاع الخل. انا درت البنات الخل مع الحليب، هادشي علاش ما غاديش نضيف الخل نهائيا. وغادي نخليه على جنب الخليط، وغادي ناخذ واحد 3 تفاحات اللي تنكون غاسلهم مزيان. غادي نقيهم غير من القشره ديالهم، وغادي نقطعهم طريفات صغار يعني على شكل مربعات. ودابا هذا هو الوقيته تاع التفاح البنات، حاولوا تستغلوه وديروه في الكيكات والبسبوسات
حاولوا البنات تستغلوا وقيته تاع التفاح، وراه يعني دابا هاد الوقيته تيتباع التفاح بواحد الثمن اللي هو رخيص ماشي غالي. بعد ما قطعتو طريفات صغار غادي نضيفو على الخليط، وغادي نضيف واحد 2 معالق كبار تاع الفيرميسيل اسود، المهم حبيبات الشوكولات. نتوما الا بغيتو تضيفوه ضيفوه، ما بغيتوش البنات لكم الاختيار، هذا غير اختياري. صافي وغادي نخلطوها مزيان، وغادي ناخذ المول ديالنا وغادي نفرغوها فيه. المول البنات بهذه الطريقه اللي قلت لكم راه ما كيلصقش الكيكه نهائيا. غادي نقادها وغادي نخليها على جنب، وغادي ناخذ واحد 2 تفاحات اللي تيكونوا كبارين شويه، وغادي نحيد لهم غير ديك العلفه الوسطانيه، وغادي نبدا نقطع فيهم هكا على شكل شرائح طويله، وغادي نبدا نست فيهم على شكل وريضه. غادي نحط وحده الفوق وحده لتحت، وحده الفوق وحده لتحت، هكا بهذه الطريقه هذه حتى كنقاد المول كامل بهذه الطريقه، تجي على شكل وريضه، تيجي واحد الشكل اللي هو غزال، يعني تشوفيها تعجبك، يعني تشوفي الكيكه غادي تشهيك في الماكله ديالها، تيجي واحد الشكل اللي هو غزال البنات. تنتمنى تجربوا هاد الكيكه هذه، راه سهله وتجي زوينه بزاف بزاف، تيجي المذاق ديالها غزال. في هاد الاثناء البنات راه تنكون مشعله الفران، انا غنديرها في الفران تاع الضو، غادي نشعل عليها من الفوق ومن التحت، وانتم الا بغيتو ديروها غير في الفران تاع البوطه تشعلوا ليها من التحت حتى كطيب تماما، عاد غادي تهبطوها لتحت باش تطيب لكم حتى من الفوق، راه تجي غزاله يا البنات. ودابا فاش ساليت غادي ندردر عليها واحد شويه تاع سكر سنيده باش تجيني معسله من الفوق، وغادي نضيف كذلك واحد طريفه تاع الزبده. وانتم الا بغيتو تضيفوا شويه تاع القرفه تقدروا تضيفوها، راه القرفه تتواتى مع التفاح تجي غزاله. دابا البنات بعد ما قديتها غادي ندخلها الفران كما قلت لكم، انا غندخلها الفران تاع الضو، غنديرها في الوسط، وغادي نشعل عليها من الفوق ومن التحت على عافيه اللي تتكون 180 درجه. ودابا البنات بعد ما طابت لينا، شوفوا الشكل ديالها تبارك الله ما شاء الله، تتجي محمره لا من الفوق لا من التحت. انتم البنات انا قلبتها معكم باش تشوفوها، وداك الفيرميسيل كذلك تيجي عط واحد النظره اللي هي غزاله، تجي طالعه ومفشفشه، تجي غزاله يا البنات، تجي شكلا ومذاقا. شوفوا تبارك الله ما شاء الله، تجي محمره من الفوق وكذلك تجي محمره من التحت، وداك الشكل تاع التفاح تيجي غزال تجي بحال شي وريضه. غادي ندردر عليها شويه تاع سكر كلاصي كما شفتوا. نتوما اللي بغيتو تخليوها هكا خليوها، لكم الاختيار. شوفوا البنات الشكل ديالها كيفاش تيجي تبارك الله ما شاء الله، وتجي طالعه ومفشفشه غير بيضه وحده يا البنات. كما شفتوا راه المكونات ديالها ساهلين وبساط، وانا غنقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوا الوسط ديالها كيفاش تيجي معلك بداك التفاح، تجي غزاله، تجي معسله ومشربه، تجي غزاله. تنتمنى تجربوها خواتاتي، راه كيكه اللي هي سهله وواعره شكلا ومذاقا. غير ما تنسوناش اخواتاتي من اللايكات ديالكم، الله يعطيكم الستر والله يعطيكم ما تمنيتو.